ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناه يوميات ام ادم. قبل ما نبدا الفيديو صلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنعمل ايه؟ يعني انا مش عايزه اقول لكم فرخه دي ازاي هيكل عظمي بمعنى اصح هيكل عظمي، هيكل والله العظيم يا جماعه. دي الفرخه دي عامله يعني 110، يعني مش عارفه ازاي فين وركها من صدرها، دي اقطعها ازاي؟ دي اقطعها ازاي بصراحه؟ وكمان غير مش عارفه بقى بصوا انا حاولت ان انا والله على قد ما اقدر ان انا اقطعها كذا قطعه عشان تقضينا. يعني هنعمل ايه؟ على الاقل لو كل عيل هياخد حته يعني الحمد لله هنقول ان احنا كلنا فراخ، يعني مش مهم احنا. هنا بقى عملت لها محلول نقع طبعا. حطيت هنا دقيق وجنزبيل بودر. بصوا مش عارفه ايه شايفين الورك اصلا كمان حقنينه ولا عاملين في ايه؟ يعني كمان غاليه وحقنينها، يعني استغفر الله العظيم يا رب بصراحه. محلول نقع بقى حطيت لها جنزبيل بودر، دقيق، ملح، خل، ولو عندكم ليمون حطوا ليمون، انا كان عندي بس نسيت والله. هنا بقى هعمل لها ايه؟ هنا بقى بعد ما سبتها حوالي ساعتين كده هحط بقى ايه؟ دي التوابل بتاعت صينيه البطاطس. بابريكا، 7 بهارات، ملح، فلفل، كمون، وبطاطس متقطعه ايه؟ شرايح كده هنا بقى هنروح هاخد بقى البصل كده، هاخده ببولة. طبعا هقطعه شرايح كده او دوائر، وهفصصها يعني هفككها عن بعضها، وهنزل بقى بايه؟ بكل حاجة من التوابل ديت. شوية كده، شوية كمون، شوية 7 بهارات، شوية بابريكا، شوية فلفل اسمر، وشوية ملح. وهمسك بقى البصل ده كله ادعكه بالايه؟ بالبهارات اللي انا حطيتها عليه. يعني انا بصراحه قلت بقى نغير يعني اغير بقى عن طريقه صينيه البطاطس اللي انا بعملها العاديه، فقلت نغير بقى شويه. يعني ايه بس بصراحه عجبتهم، كان قالوا طعمها حلو والحمد لله يعني اتاكلت. هنا بقى هدعك بقى كل البصل الاول كده. في بصلايه وقعت. بصوا امسك بقى كده افضل اخلي كل البصل يشرب من التتبيله. بعد كده بقى اجيب صينيه فاضيه كده عندي، احطها على البوتاجاز، بحط فيها شويه زيت معتبرين عشان هو ده الزيت اللي انا هعمل فيه ايه؟ صينيه البطاطس. احط انزل بقى كده بالفرخه بتاعتي اللي هي الهيكل العظمي، مش هيكل عظمي مش فرخه بس يعني. هنعمل ايه؟ مهما هنعمل مقاطعه للفراخ مصيرنا برضو عايزين ناكل فراخ، ما هناكل ايه يعني؟ هناكل ايه؟ وبعدين دخل علينا شهر كريم يعني رمضان. مش عارفه والله، ربنا يرحمنا برحمته، ربنا هو اللي يتولانا. هنا بقى اسيبها كده، هنزل بقى كل الفراخ بعد ما تسخن كده. انا كنت بدور على القنوصه، عماله اقول لي راحت فين كمان يعني، ان الفرخه غاليه والقنوصه مش لاقيها، بس لقيتها الحمد لله. هنزل بقى بشويه ملح وشويه فلفل اسمر كده وايه، واسيبها تاخد لون، يعني اللي هو ايه، هديها زي صدمه كده زي ما انا صدمنا، فاصدمها هي كمان. آه هنا بقى هديها صدمه كده على الوش دوت، وبعد كده انقلها على الوش التاني. انا كنت الاول بشيل الحته اللي هي في الجناح دي، بس دلوقتي قلت حرام مش هشيلك هخليكي. هنا بقى طبعا بعد ما اديها صدمة على الجنب ده هديها صدمة على الجنب التاني. معلش طبعا لو في تغيير في الصوت، لان والله الفيديو ده متمنتج على يومين يعني. على يومين ليه مش عارفة، عشان بتيجي ظروف كده ان انا منتج نصه واكمل نص التاني بقيته في يوم تاني يعني. معلش برضو امه معايا طفل برضو صغير غير اخواته التانيين، فطبعا ايه الدنيا بتبقى متلخبطه معايا شويه. تقدروا بقى تعملوها يعني مش لازم تكون فراخ، ممكن اجنحه، دبيس او ريك. انا كنت جايبه الفراخ دي كانت لسه وصلنا للسعر دوت، يعني كانت لسه كان ب55. ما كانتش يا ب55 يا ب60، مكانش لسه وصلت للسعر اللي احنا فيه، لكن بعد كده خلاص بقى مفيش فراخ تاني. فهنا طبعا برضو بنقل على الجنب التاني، وبحط لها طبعا ملح وفلفل اسمر. وبعد كده بقى هنزل بشوية بصل من اللي متبلين عليها كده، يتشوحوا هما كمان ويدوا ايه
والدو صوص اللي نازل منها دوت ايه طعم البصل. طبعا البصل كان عندي كبيرة قوي فتحسوها انها طويلة. عندي البرد اليومين دول يعني عمل عمايله مع الناس كلها، يعني ربنا يشفينا يا رب ويشفي كل مريض. طبعا لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لسه ما اشتركتوش عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم طبعا. هنا بقى هتشيل طبعا الفراخ خلاص كده بعد ما خدت صدمه، وهكمل بقيه الحاجه بقى، يعني هحط بقى بقيه التتبيله بتاعتها. مش عارفه ليه انا كنت سايبه البوتاجاز هناك شغال ليه، بس مش عارفانا اهوت. هنا بقى البصل اهوت، يعني يا دوب هقلبه كده وبعد كده خلاص بقى هنزل عليه بالايه نفس الصينيه. وتقدروا تعملوها في حله وتفضوا صينيه، بس انا مرضتش بقى اللي هو ايه يعني اعمل مواعين كتير وكده، فقلت خلاص هي كلها في صينيه واحده وخلاص. هنا بقى نزلت بقيه البهارات اللي عندي على الطماطم كده. لو عندكم بقى معجون طماطم ممكن تحطوا معلقه، لو ما عندكوش خلاص هي البابريكا هتكفي باللون، تعزز اللون وخلاص. هنا بقى هفضل اقلب فيها كده بقى طبعا، وهسيبها لحد ما ايه تاخد لها تسبيك، تاخد شويه يعني. وبعد كده بقى هنزل عليها ايه بعد ما قلبت حوالي 5 دقايق هحط بقى هنزل بكميه البطاطس اللي عندي كده وايه، وهقلبها بقى. وبعد كده هنزل بكميه البصل طبعا كمان. وبعد كده بقى هنزل بشرايح الطماطم مش كلها ولا شرايح الفلفل كلها، هسيب حوالي 3 او 4 شرايح كده على جنب عشان انا بحطهم لها في الاخر. بعتذر طبعا عن اي صوت تاني لان لي طبعا ناس في الشارع وكده، فالصوت وصل لكم لاني قاعده في الاوضه اللي ناحيه الشارع بمنتج لكم. طبعا برضو بعتذر على الكام يوم عشان النت والله كان فاصل، ما عرفتش انزل لكم اليومين اللي فاتوا ايه فوجيت. هنا بقى هنزل بكوبايه ميه كده. وبعد كده بقى هقلب كل من الحاجات ديت واسيبها تاخد ايه قلبة مع يعني مع نفسها بقى كده مع التوابل والطماطم والفلفل والبصل. جربوها صدقوني هتعجبكم جامد. هنا بقى خلاص اهيت هنزل بقى كمية الفراخ عليها بعد ما تاخد قلبتين عليها كده. وبعد كده بقى ايه هنزل دول شوية صلصة شلتهم من الطماطم من الصينية يعني. بس طبعا انا ايه حاولت ان انا عشان الفيديو ما يطولش عليكم فقصيت الحته دي بصراحه في المونتاج عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هنزل بقى عليها بكميه الصلصه كده اللي انا شلتها ديت. وبعد كده بقى ايه هغطيها واسيبها عايزين تدخلوها البوتاجاز ماشي، عايزين تسيبوها تستوي هنا على النار وبعد كده تدوها لون بس وخلاص كده ماشي. انا عملت كده يعني بصراحه سبتها تستوي هنا وبعد كده دخلتها تحت الشوايه خدت ايه خدت لون وخلاص. برضو مش عارفه كنت سايبه البوتاجاز ده شغال ليه، يعني مش عارفه مش فاكره بصراحه. هنا بقى هغطيها. انا عندي صينيه ديت ماشي استلس يعني عادي، فاغطيها لاني ما عنديش ما فيش غطا جه على قد صينيه. لو انتوا بقى مش عايزين كنت غطاه بورق فويل وبعد كده ايه تعملوها. هنا بقى كنت نسيت ان انا احط الشرايح ديت ففتحت على بقى وحرصتهم كده ما بين الفراخ. هنا بقى اهوت. وبعد كده بقى ايه هغطيها بقى واسيبها تكمل سواها مع نفسها. وبعد كده بقى ادخلها تحت الايه تحت الشوايه. بس خلاص هنا اهو انا هي كانت استوت بقى خلاص. هاخدها بقى ادخلها تحت الشوايه. وادي هنا بقى دخلتها تحت الشوايه. هي كنت عامله جنبها شويه رز ابيض، ممكن تعملوا رز واحده شعريه الكلام ده. هاخد بقى هنا البطاطس كانت خلاص مستويه خالص دايبه، والفراخ بقى طبعا اهي زي ما انتوا شايفين كده. بس خلاص كده يا حبيب قلبي اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.